يا صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم حبايبي، اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فطيره الحلوه او فطيره العرسان بطريقه سهله جدا وبسيطه. بصوا، اي ست بيت ان شاء الله او اي حد اتفرج عليا هيعملها بكل سهوله، وكمان طعمها يبقى تحفه احلى من بره كمان بكتير. ان شاء الله تابع الفيديو وباذن الله نعمل مع بعض احلى فطيره حلوه. اول حاجه طبعا عندي نص كيلو من الدقيق، حطيت عليه معلقتين من الزيت، وحط عليه رشة ملح، وكمان حوالي نص معلقة كده من السكر. وبدأت ان انا انزل بالمية شوية بشوية لحد ما يكون معايا عجينة ملمسها ناعم، وكمان القوام بتاعها يبقى متوسط، ما يكونش القوام بتاعها لا لينة قوي ولا ناشفة قوي. زي ما هتشوفوا معايا كده خدتها على الرخامة، وبدأت ان انا اعجنها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هنفضل نعجن فيها لحد ما تتكون معايا عجينة حلوة وملساء بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هعملها رول زي ما انتوا شايفين، وهبدأ ان انا اقطعها بالسكينة. هنقطعها قطع متساوية بالشكل اللي انتوا هتشوفوه معايا، وبعدين هنبدأ بقى ان احنا نكورها عشان خاطر نريحها، وبعدين نبدأ نشتغل فيها. هنقطعها لحوالي 10 قطع. تمام، القطع مش ضروري تكون متساوية، لان احنا بنبدأ الاول زي ما هتشوفوا في طريقة الفرد، بنبدأ بالصغير وبعدين بنكبر. زي ما انتوا شايفين كده. حطيت شوية زيت في طبق، وبعدين هبدأ بقى ان انا اكور واحط الكور بتاعتي في الزيت. لازم اغلفها كويس جدا في الزيت عشان لما نيجي نفردها تبقى ملسه كده معانا وتبقى طريه وجميله، ما يبقاش فيها تشققات من فوق ولا حاجه. هفرد بقى كله بالشكل اللي هتشوفوه ده، وبعدين هنرجع نشوف هنعمل ايه. وكده بكون كورت كل العجين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبدأ برضو احط عليه زيت، وكمان هغلفه بستريتش، او لو عندك بلاستيك هتلفيه بيه وهتسيبيه طبعا يرتاح شوية. لازم نسيبه يرتاح حوالي نص ساعة، تمام، عشان يتفرد معايا بكل سهولة. هروح بقى نعمل الكريمة اللي هنحشي بيها. وعلى بال ما الفطير او العجينه ترتاح هنكون عملنا الكريمه، وكمان هنسيبها تبرد، لان طبعا لازم نحشيها وهي بارده. عملت ايه؟ حطيت كوبايتين كبار من اللبن، وعليهم معلقتين كبار من القشطه زي ما انتم شايفين كده، وحطيت معلقه كبيره من السمنه البلدي، وعليهم معلقتين كبار من النشا. وبدات بقى ان انا اقلب كده بتقليب مستمر لحد ما يكون معايا مهلبيه كده تحفه. قوامها تقيل، وكمان في نفس الوقت طعمها غني جدا وجميله بالقشطه، وكمان بايه بالسمنه البلدي. تمام. هنقلب فيها كويس جدا لحد ما تغلي معايا. اول ما نلاقيها طلعت الفقاقيع دي خلاص هقفل عليها النار، وهسيبها بقى ترتاح، واغطيها بطبق او هغطيها بستريتش عشان ما تعملش قشره. وهنسيبها بقى تبرد خالص. هنبدا بقى نفرد في العجين. بعد بقى ما العجينه ارتاحت هاخدها كده واحده واحده. هبدا بالصغيره الاول، تمام. هنبدا الوقت نعمل الفطيره الكبيره، احنا هنعمل فطير صغير وهنعمل فطيره كبيره. خليك معايا لاخر الفيديو، وشاهد الفيديو للاخر، لان باذن الله والله هتستفادي، وهتعملي النهارده ان شاء الله احلى فطير لاولادك. بصوا يا بنات، لو حسبتوها هتبقى وجبة عشاء أحسن كتير ما تجيبي جبن. طبعا الجبن انت عارفة مكلفة الأيام دي، فبدل ما تجيبي جبن، ممكن تعملي الفطير ده النهاردة وتعمليه كأنه عشاء. هيبقى تحفة جدا وهيبقى مشبع وجميل، وكمان ممكن يبقى معاكي لتاني يوم، وهيبقى حاجة جميلة جدا وولادك هيتبسطوا جدا. بصوا بقى عشان ما نتوهش من بعض. اول حاجه انا عملتها ايه؟ طبعا ريحت العجين زي ما شفتوا، وبعدين بدات ان انا اعمل الحشو اللي هو ايه المهلبيه. تمام. سبتها تبرد، لازم المهلبيه تبرد معايا تماما تماما. سبتها بقى تبرد خالص، وهنبدا بقى نشتغل في الفطير. انا هنا هعمل فطيره كبيره مدوره، وهعمل فطير مربع صغير زي ان شاء الله ما هتشوفي معايا. اول حاجه بدات اعملها، خدت كوره وبدات ان انا ادهن الرخامه بتاعتي بالزيت، وبدات افرد فيها زي ما انتم شايفين كده. وحطيت سمنة او زبدة، لو عندك زبدة بلدي تمشي، زبدة عادية تمشي، سمنة بلدي تمام تمشي برضو. تمام. بدأت بقى ان انا اديلها السمنة وطبقتها على هيئة ظرف زي ما انتم شايفين معايا كده. هاخد تاني كورة وهنعمل بنفس الشكل. تمام. انا طبعا بصور بايدي يا بنات زي ما انتم شايفين، فبالله عليكم يعني الفيديو ده بجد تعبت فيه، فما تستخسروش فيه اللايك بعد اذنكم. يعني انت لو وصلت معايا للفيديو في الفيديو لحد دلوقتي، يا ريت بعد اذنك تعملي لايك، مش هيخسرك حاجة، لكن هو هيبقى دعم منك ليا. تمام. وتقدير منك لمجهودي. فهنبدأ بقى نطبق كده. يعني احنا عملنا اول واحدة، فردناها، وبعدين فردناها على هيئة ظرف، وبعدين فردنا التانية، ودي تالت واحدة معايا بفردها برضو،
وبنحط جوه بعض زي ما انتم شايفين كده. دي معايا تالت واحده، طبقتها زي ما انتم شايفين كده، بس طبعا بديلها السمنه، وبنبدا برضو نطبق على بعض، واحده جوه واحده، واحده جوه واحده. دي اسهل طريقه للفطير وانجح طريقه باذن الله معاكي. ودي معايا رابع طبقة زي ما انتم شايفين كده، رابع راق من الفطير. حطيت برضو جواه احنا كنا مطبقينهم على بعض، وبدأت برضو ان انا اطبقه على هيئة ظرف بالشكل ده. تمام. هنسيبها بقى على جنب كده. هنجيب صينية نحط فيها شوية زيت كده بساط، وهنبدأ بقى نقلبها كده على ظهرها، وهنسيبها بقى ترتاح. اهم حاجة في الفطير معاكي ان انت تسيبيه يرتاح. تمام. كل خطوة بتسيبيه يرتاح عشان يفرد معاكي ويبقى زي الفل. هنبدأ بقى دلوقتي نشتغل في الفطير الصغير اللي هو المربع. تمام. خدت اول كورة فردتها بالشكل ده، هنفردها كويس ونرققها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبرده هنديلها السمنة او الزبدة حسب المتاح عندك. وبعدين بقى ايه، جبت قطعة برده صغيرة وفردتها في جنب لوحدها، وبدات بقى ان انا احطها في النص. عشان خاطر ايه يا بنات انا بعمل الحركه دي؟ عشان خاطر المهلبيه بتاعتنا لما ما تطلعش مننا بره، وتبقى معايا تمام جدا. القطعه بقى اللي انا حطيتها دي هنحط عليها المهلبيه بالشكل ده، بعد طبعا ما فردناها كويس وكمان ادينا لها السمنه. هنفرد عليها قطعه من المهلبيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا المهلبيه زي ما قلت لكم تكون بارده جدا. تمام. هنفرد المهلبيه بنات، ناخد بالنا واحنا بنفردها، يا ريت كده واحنا بنفردها نظبطها ان هي تكون على شكل مربع، عشان لما نحط عليها رقات الفطير تبقى معانا الشكل بتاعها متساوي ويطلع معانا الشكل مربع بالظبط. هطبقها على هيئة ظرف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنطبق كده ونلمها على بعض، وهيبقى معانا ان شاء الله احلى فطيرة. بالراحة خالص، انا شغالة بايد واحدة بنات زي ما قلت لكم. ان شاء الله باذن الله تقدروا كمان انتوا بقى تكون معاكم الموضوع اسهل، عشان طبعا انا بصور، لكن انتوا هتعملوها بايديكم الاتنين وهيبقى معاكم الموضوع سهل جدا وبسيط، وان شاء الله هتطلع معاكم ناجحة جدا. بعد بقى ما طبقتها بالشكل ده هديلها سمنة، كل ما بتشتغلي بتدي سمنة. وهجيب طبق وهنبدأ بقى ايه نحطها كده على جنب شوية لحد ما نخلص كله، وبعدين نبدأ بقى نسويه مع بعض. تمام. هبدأ كده اسويها بالشكل ده، وبعدين هنحطها بقى على جنب. شايفين شكلها يا جماعة؟ ما شاء الله جميلة جدا، ما شاء الله تتاكل نية. هنبدأ بقى نعمل في تاني واحدة. فردت الكرة الكبيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما بقت رقيقة معايا وجميلة، وبعدين هبدأ بقى افرد في الصغيرة اللي بنحط عليها المهلبية. خليكم مركزين معايا. تمام يا بنات. احنا دلوقتي بنفرد في الصغيرة. انا بصوا بقول لكم كل حاجة والله، عايزاكم تعملوها بالظبط، وبإذن الله تطلع حلوة معاكم بإذن الله. بصوا بعد ما فردت الصغيرة برضو هندي لهم سمنة الاتنين، وهنبدأ بقى ناخد الصغيرة ونحطها في النص. طبعا زي ما قلت لك الموضوع معاكي هيبقى اسهل، لان انا طبعا بشتغل بايد واحدة وبصور لكم بالايد التانية، فان شاء الله انتوا هتعملوها بكل سهولة. هبدأ بقى افرد كده واحدة واحدة بالشكل ده. خدي بالك ما تكونش مكلكعة معاكي عشان كلها تطلع كده مرققة وجميلة. وهنبدأ برضو ننزل بالمهلبية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. ده القوام بتاعها بعد ما بردت، بتبقى القوام ده عشان تبقى معاكي كده طعمها حلو، وبتبقى ايه. وعايزه اقول لكم بجد هي فعلا طعمها حلو، لان هي مليانه قشطه وسمنه بلدي ولبن جاموسي، فحاجه كده بسم الله ما شاء الله تحفه جدا. هبدا بقى اظبط برضو زي ما قلت لكم الكبير والصغير على شكل مربع، عشان المربع معايا يكون متساوي لما باجي اطبقه. تمام يا بنات. انا كده ببدا بقى ان انا اطبق الطبقات على بعض على هيئه ظرف بالشكل ده، في منتهى البساطه وفي منتهى الجمال. هنعمل النهارده احلى فطير. تمام كده طبقناها على هيئة ظرف، وبعدين هنحطها بقى جنب اخواتها. تمام. هنجيب طبق تاني ونحطها عشان خاطر نخلصهم كلهم مرة واحدة، وبعدين بعدين ان شاء الله نبدأ مع بعض نسويهم. تمام. عايزة اقول لكم نص كيلو بسم الله ما شاء الله طلع لي كمية حلوة جدا جدا من الفطير. هنروح بقى للفطيرة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، اللي هي اول واحدة الكبيرة، وهنبدأ بقى نفردها مع بعض. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله بتتفرد معايا بكل سهولة، لان طبعا ريحناها على بال ما عملنا الفطير المربع كانت هي ارتاحت وبقت جميلة جدا. هنبدأ بقى نسوي الفطير الصغير، وفي نفس الأثناء برضو انا بخلص في الفطيرة الكبيرة. تمام. بدأت احط بقى ايه صينية كبيرة كده زي ما انتم شايفين، او مقلاية عندك زي ما تحبي، وحطيت فيها سمنة، وبدأت بقى ان ننزل بالفطير كده زي ما انتم شايفين. وما شاء الله معايا زي الفل زي ما انتم شايفين اخد لون تحفة،
وجميل جدا يا بنات وبسيط واي حد يقدر يعمله، ولا بقى في نار ولا حاجه، كله من فوق وهيبقى جميل جدا. هنرجع بقى للفطيره الكبيره، هنديلها بعد ما فردتها هديلها الحشو بتاعتها اللي هي المهلبيه، وهنفردها كويس جدا. وبعدين طبعا انا سايبه لها كور من العجين. هنبدأ بقى برضو نفرد الكور عشان خاطر نغطي من فوق وندي لها الطبقة التانية. تمام. فردت العجينة بالشكل ده، الكورة فردتها بالشكل ده واديت لها السمنة، وبدأت برضو ان انا اغطي بيها المهلبية من فوق. تمام. هنكرر الموضوع ده كذا مرة، وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم احنا بنقلي في الفطير المربع. تمام يا بنات، يا رب يكون الكلام واضح. عايزه افهمكم بجد، وعايزه اوصل لكم كل معلومه والله العظيم، وعايزه ان انا افتكر كل حاجه واقولها لكم. هفرد برضو العجين بنفس الطريقه، كوره في التانية لحد ما نغطي خالص المهلبيه بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بكل سهوله وبكل بساطه. ولحد بقى ما تغطي حوالي كده، انا سبت لها حوالي 3 او 4 كور يا بنات. تمام، يعني نص كيلو ما شاء الله عمل معايا فطيره كبيره، وعمل معايا فطيرتين من الصغيرين. تمام، او 3 والله، لان كان في واحده تقريبا ولادي اكلوها. الف هنا وعافيه يا رب. فهيطلع معانا 3 فطيرات من الصغيرين مربعين، وكمان فطيره كبيره ما شاء الله مقاسها حوالي 30. تمام. هظبطها بقى كويس جدا، وعشان انا مش عايزه نقطه من المهلبيه تبان يا بنات، عشان خاطر ما تتحرقش مني ويبقى شكلها مش حلو. هندي لها سمنه من فوق الوش، وبعدين هنبدا بقى ندخلها على فرن حامي جدا. احطها الاول من تحت لحد ما ترفع معايا وتبدا تستوي معايا، وبعدين هبدا بقى افتح عليها الشوايه وتاخد معايا لون حلو جدا، وبعدين نبدا بقى نطلعها. تمام. وفي نفس الوقت برضو انا شغاله فوق بنعمل ايه، بنعمل بنكمل الفطير المربع. عندي بقى الفطيره دي طبعا انا مش عارفه اشيلها، لو شلتها طبعا لازقه في الطبق، فعملتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما تخافوش على الطبق ولا حاجه، هيتشال بكل سهوله. تمام. هنبدا بقى ايه بعد ما تاخد اول تسويه، نبدا نقلبها على الجنب التاني، ويبقى معانا كده الفطير جاهز باذن الله. عايزه اقول لكم درجه الحراره هنا يا بنات بتكون متوسطه، ما بتكونش واطيه ولا بتكون عاليه. تمام، بيكون درجه الحراره متوسطه عشان يطلع معاكي اللون التحفه اللي انت شايفاه ده. وطبعا بتدي سمنه لل في الصينيه، لان طبعا الفطير انت عارفه ان هو ايه بياخد سمنه، يعني الفطير يعني سمنه. طلعت الفطيره الكبيره من الفرن، حسيت ان هي محتاجه سمنه شويه، اديت لها وش سمنه كده، وبعدين حطيتها ولعت عليها الشوايه، وبقت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خدوا بالكم هي اخدت مني لون كده سنه للامانه، فخدوا بالكم بس من الفرن يعني ما تسهوش عنه. تمام، بس يعني كل حاجه تتظبط ان شاء الله. خلصت خلاص الفطير، هسيبه بقى يبرد شويه عشان نبدا نعمل له كريمه حلوه جدا جدا، هنحطها من فوق الوش. تمام. للكريمة يا بنات هنحتاج كوباية من الكريم شانتيه. الكريم شانتيه ده انا بستخدم كريم شانتيه خام. حطيت عليه كوباية من اللبن بالقشطة زي ما انتم شايفين كده، طبعا من غير سكر خالص، محطتش سكر. وحطيت بقية المهلبية اللي معايا. بعد طبعا ما ضربت كويس، حطيت بقية المهلبية وبرضو ضربتهم تاني، وهي كده اصبحت معايا قشطة طعمها تحفة جدا، او حشوة من فوق. طعمها رهيب يا بنات بجد، اللي جرب الفطير ده من ايدي هيقول لكم ان طعمه حلو جدا جدا. ان شاء الله هيعجبكم جدا. بدات بقى ان انا احط كده من فوق الوش، بس تاخدوا بالكم يا بنات ان الفطير معاكم لازم يبرد عشان ما نسيحش الطبقه اللي فوق او الكريمه. بعد ما اديت له طبقه الكريمه اللي احنا عملناها، حطينا سكر بودره. طبعا بقى اللي فوق ده تبع امكانياتك وتبع اللي انت بتحبيه. تمام، في ناس ما بتحبش المكسرات، في ناس ما بتحبش الزبيب، في ناس ما بتحبش الجوز، فحسب الموجود عندك واللي بيحبوه ولادك تحطيه. تمام. انا حطيت اللي كان متوفر عندي، كان زبيب وكان جوز هند. طبعا بالمكسرات بتبقى حلوة جدا جدا، كان ناقصها بس مكسرات. هندي بقى رشة كده عسل نحل من فوق، ويبقى كده معانا الفطير جاهز جدا، وبسم الله ما شاء الله طعم وكمان شكل جميل جدا جدا زي ما انتم شايفين. طبعا بقى اللي فوق زي ما انت حابه، دي بقى مكسرات، تدي فول سوداني، الموجود والمتوفر عندك تعمليه. تمام، ده طبعا ذوق شخصي وحسب المتوفر. كده ما شاء الله عملنا الكبيره. هنروح بقى نعمل الصغيرين بنفس الطريقه. هنحط برضو من فوق من نفس الكريمه، وهنحط عسل نحل. الاول برضو اديت لها عسل نحل، وهنحط من فوق الكريمه، وبعدين هنبدا نوزعها بالشكل ده. بجد طعمها يا بنات مش قادره اوصف لكم، بجد حلوه جدا جدا. يعني اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت تجربوه
وتقولوا لي رايكم في التعليقات. لو انا نسيت حاجه او في اي استفسار عايزين ان انتوا تعرفوه، يا ريت تقولوا لي في التعليقات تحت، وانا عينيا ليكم وهرد عليكم طبعا على طول. ويا رب ان شاء الله النهارده كده الفيديو يكون نال عجبكم وينال رضاكم، وتكون وصفه سهله وبسيطه بالنسبه لكم. وبكده يكون الفطير خلص معايا، وكمان الفيديو بتاعنا النهارده انتهى. ويا رب ان شاء الله يكون نال اعجابكم ورضاكم، واتمنى ان شاء الله تجربوا الفطير وتقولوا لي رايكم فيه ايه. واستودعكم الله، واشوفوا وشكم على خير فيديو جديد باذن الله. يا ريت ما تنسيش دعمك ليا وباللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك ان شاء الله مني كل جديد. وعايزاكي تاخدي كده لفه في القناه وتشوفيها، وان شاء الله باذن الله تنال اعجابك وتنورينا ان شاء الله. زي ما انتم شايفين دي الطريقه اللي بنقطع بيها، طريقه سهله جدا وبسيطه، وكمان الطعم مش قادره اوصف لكم يا بنات الجمال. بصوا بقى، عايزه اقول لكم كمان لما بيقعد في التلاجة ويبقى سقعان كده تاكليه بقى بألف هنا. يلا اشوفوا وشكم على خير ومع الف سلامه، باي باي.